هو إيه اللي بيحصل للناس؟ بقينا بنكذب وعارفين إننا بنكذب وبنتعامل عادي وكأنها حاجة بسيطة. بس يا ترى هي بسيطة فعلا؟ يعني لما تكذب علشان تخرج من موقف أو تداري غلطة أو تضحك على حد، تفتكر ربنا مش شايفك؟ مش سامعك؟ أنت عارف إن أول صفة من صفات أهل الإيمان هي الصدق؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق مش مجرد كلمة، الصدق مبدأ وخلق ونور في القلب وراحة في الضمير وطريق للجنة. أما الكذب مش هزار، الكذب بيشوه القلوب ويفسد النفوس وبيخلي ضميرك يضعف وبيفتح أبواب لذنوب كتير بعدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وبعدها في نفس الحديث حذرنا من الكذب وقال: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. تخيل كل كذبة صغيرة كل مرة بتقول فيها مش مهم، دي كذبة بيضة، بتقربك خطوة من الفجور ومن النار ومن الضياع. كتير مننا ممكن يقول: ما هو أنا مضطر، ما ينفعش أقول الحقيقة. بس الحقيقة إن الصدق دايما بيكسب في الآخر، حتى لو خسرك حاجات مؤقتة. الصادق دايما مرتاح، ضميره صاحي وقلبه منور وربنا معاه. أما الكذاب عايش دايما في تمثيل ودايما قلقان، خايف حد يكشفه أو يتفضح. اسمعها مني، عايز تعيش مرتاح عيش صادق، عايز رضا ربنا كن صادق، حتى مع نفسك وحتى في نيتك. وصدقني الصدق أحيانا بيكون مؤلم لكن ما بيكسفش صاحبه أبدا، لكن الكذب مريح مؤقتا بس هزيمته دايما موجعة. وكل يوم ادعي وقولها من قلبك: اللهم اجعلني من الصادقين واحفظني من الكذب والمنافقين.